السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام. رد أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي على الاتهامات التي وجهت له بالاعتداء على فتاة تبلغ من العمر 23 عام. وتقدمت الفتاة ببلاغ إلى الشرطة بشأن تعرضها للاعتداء من جانب اللاعب المغربي، وتضمن البلاغ بأن اللاعب استدرج الفتاة إلى منزله ليلة السبت 25 فبراير الجاري. وقالت صحيفة لو باريزيان الفرنسية إن أشرف حكيمي رد على تلك الاتهامات الموجهة له، وقال إنها خاطئة تماما انتظارا لما ستسفر عنه نتيجة التحقيقات. وكان أشرف حكيمي غاب عن مواجهة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا الأحد الماضي بسبب إصابة عضلية تعرض لها، علما بأن الشرطة الفرنسية تحقق حاليا في الواقعة، ولم يصدر نادي باريس سان جيرمان أي بيان للرد على الاتهامات الموجهة للاعب المغربي.